بعد سنوات من الخدمة في مجال التسويق فهمت واحد الحاجة مهمة. فاش كتبدل شركة عملاقة بحال اتصالات المغرب اللوغو ديالها فراه ماشي مجرد تغيير في الألوان، الأمر كيتعلق بالثقة وصورة الشركة في نظر الزبون. الشركات الكبيرة ما كتغيرش جلدها إلا فاش كتواجه مشكلة كبيرة وفاش كتبدل الاستراتيجية ديالها. هاد التغيير ماشي مجرد لوغو جديد، بل هو محاولة قوية للرد على سنوات من الانتقادات والشكاوى والشعور أن الشركة ولات بعيدة على الناس. في هاد الفيديو غادي نعرفوا ببساطة السبب الحقيقي علاش اتصالات المغرب بدلات اللوغو ديالها، وشنو كتحاول فعلا تصلحو، وكيفاش كيرتبط التغيير بخطة كبيرة بزاف، خطة كتضمن استثمارات كبيرة وملكية جديدة وإعادة بناء كاملة للثقة بين أقدم شركة اتصالات في المغرب والجمهور ديالها. الشونجمون ديال اللوغو ديال ماروك تيليكوم ماشي مجرد تعديل ديال الشكل، بل هو إشارة لبداية جديدة وكبيرة وسط الشركة. الشعار الجديد كيركز على جوج المعاني: بساطة الخط، فرص تعملوا خط واضح وسهل القراءة سون سيريف، وهذا الشيء كيعطي طابع عصري. أما بالنسبة للرموز الشعار ففيه جوج: كاين المنحنى اللي كيبدا تحت الاسم وكينتهي بسهم حاد كيتجه للأعلى وكيرمز للسرعة والتطور، بمعنى أن الشركة كتتجه نحو المستقبل. زيد انه كاين واحد السيمبول في الفوق كيعنيو به الاتصال والطاقه، زعما ايصال الخدمات والربط بين الناس. في عام 2024 امرت المحكمه شركه اتصالات المغرب بدفع اكثر من 6.36 مليار درهم تهمه المنافسه غير العادله واساءه استغلال هيمنتها على السوق. اللي رفع عليهم الدعوه هي انوي. كانت هذه واحده من اكبر غرامات الشركات في تاريخ التليكومونيكاسيون في المغرب، وما كانش هذه مشكلتهم بوحدها. ففي عام 2020 كان هيئه تنظيم الاتصالات فرضت عليهم بالفعل غرامه قدر ديالها 3.3 مليار درهم. ما كانش توقيت تغيير العلامة التجارية مصادف، ففاش كتواجه الشركات الكبرى مشاكل قانونية أو كتضرر السمعة ديالها فراه غالبا ما كتطلق حملة إعادة تأهيل العلامات التجارية باش تغير صورتها وتحول الحوار بعيد عن الفضائح وقاعات المحاكم نحو الابتكار والانطلاق من جديد. بالنسبة لشركة اتصالات المغرب ما كانش الأمر مجرد تغيير شكلي، بل كان مثابة إعادة ضبط للشركة باش طوي صفحة سنوات من المشاكل. دابا كتمتلك مجموعة اتصالات الإماراتية 53% من اتصالات المغرب، واللي غادي تحولها من مشغل مغربي بحت لجزء من شبكة متعددة الجنسيات. وهنا كيجي دور منطق إعادة صياغة العلامة التجارية في عملية الاندماج والاستحواذ. ففاش كتغير هياكل الملكية بشكل كبير عادة ما كتعاود الشركات موائمة علامتها التجارية باش توافق مع الرؤية والقيم العالمية للشركة الأم. ومن الممارسات الشائعة في الشركات دمج الشركات التابعة في نظام بيئي إقليمي أو دولي موحد. كيطلب هذا النوع من التغيير أكثر من مجرد ألوان جديدة، بل كيطلب توافق قانوني وتنظيمي. فاش كتغير هياكل الملكية كتحتاج الشركات لتحديث علامتها التجارية باش تعكس معايير الحوكمة الجديدة وتبين الشفافية وتلتزم بقواعد الاستثمار الدولي. كاين سبب آخر لهذا الريبراندي اللي هو إعادة تموضع استراتيجي للعلامة التجارية واللي كيتسمى استراتيجيك ريبوزيشنين. اتصالات باغي تحول من صورتها القديمة كمشغل تقليدي مهيمن في ممارسات احتكارية لشركة مبتكرة حديثة كتركز على العملاء. فهما كيحاولوا يغيروا سردية الشركة كلها باش يبتعدوا على السيطرة والهيمنة نحو الابتكار والشفافية والخدمة. وكتعتبر هذا التحول الإيديولوجي الحاسم للمنافسة في السوق وجاب للمستهلكين الشباب الملمين بالتقنيات الرقمية. باختصار إعادة صياغة العلامة التجارية اللوغو خدمات أغراض متعددة، فراه عاونت في إصلاح سمعة الشركة المتضررة وإضفاء طابع رسمي على هويتها الجديدة كجزء من منظومة اتصالات عالمية لمجموعة الاتصالات، وعودة صياغة مكانة العلامة التجارية استراتيجيا. الهدف الابتكار والنمو في سوق تنافسي.